يقول: كيف أصبح من أولياء الله علما بأني أقرأ القرآن ومحافظ على سنن الرواتب؟ الله تبارك وتعالى يقول، أو شو، وين السائل؟ كيف أكون من أولياء الله؟ يرفع ايده بس أنت. طيب، هل تؤمن بالله؟ الله سبحانه يقول: الله ولي الذين آمنوا. خلصنا؟ بس خلاص. طيب، كل مؤمن هو ولي من أولياء الله، كل المؤمنين أولياء الله تبارك وتعالى، ولكن إذا أراد الإنسان أن تكون ولاية زيادة كما قال النبي، كما قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكلما قرب الإنسان من الله أكثر كلما قربت ولايته لله أكثر. ومنه قول الله جل وعلا أيضا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالتقرب إلى الله بالنوافل، سواء نوافل الصلاة، نوافل الصدقة، نوافل البر، نوافل الذكر، نوافل قراءة القرآن، كل هذا يعني يقرب العبد من ربه، وبالتالي يكون من أوليائه جل في علاه.